السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السابع من شرح برنامج مايكروسوفت اكسل المستوى الأول. درسنا النهاردة هيكون بعنوان الأنماط والنسق والقوالب. هنعرف مع بعض يعني ايه نمط ويعني ايه نسق ويعني ايه قالب. هنبدأ الأول بالأنماط أو بنسميها الستايلز. طبعا أنا هحاول في الدرس دوت أقول الكلمة عربي وإنجليزي عشان خاطر أنا شغال على نسخة عربي ومعظم الناس بيشتغل على نسخة إنجليزي. فخلينا نبدأ ونقول الأنماط أو الستايلز هي مجموعة من التنسيقات المعرفة مسبقا والتي من الممكن تطبيقها على خلية أو على مجموعة من الخلايا. يعني ده تنسيق بقدر أطبقه على خلية أو على أكثر من خلية. التنسيق ده بيكون محفوظ أو متجهز بطريقة مسبقة. خلينا نشوف نوصل للستايلز ازاي. من تابة هوم او الشريط الرئيسي بلاقي مجموعة او جروب اسمها انماط او ستايل. هشوف هنا في المربع دوت مجموعة من التنسيقات الجاهزة اللي اقدر اطبقها على اي خلية او على مجموعة من الخلايا. وده يكون مثلا الخلية اللي انا واقف عليها دي، لو ضغطت هنا كده هلاقيه طبق لي تنسيق مختلف عن الخلايا التانية، تنسيق جاهز بالنسبة للكتابة وبالنسبة للملء. تنسيق تاني زي ده مثلا كده، لو خلينا نختار خلية فيها داتا بحيث نشوف التنسيق بصورة أوضح. يعني خلية زي دي مثلا لو اخترت التنسيق ده كده هلاحظ معايا التنسيق اختلف عن الخلية اللي تحتها. ده كده بنسميه نمط أو ستايل. هل اكسل في مجموعة الأنماط دي بس؟ لا، لو ضغطت على السهم ده لتحت كده هلاقي مجموعة أكتر من الأنماط اللي موجودة عندي اللي أقدر استخدمها في تمييز أو تنسيق الخلايا اللي أنا واقف عليها، أو في تنسيق نطاق البيانات اللي أنا محدده. خلينا نستخدم القصة دي. لو أنا مثلا حابب أحدد العمود ده كله، اتعلمنا قبل كده في الدرس اللي فات أو في درس سابق، شيفت مع كنترول مع سهم تحت، شيفت كنترول سهم تحت حدد لي العمود كامل. اقدر انسق او اقدر استخدم ستايل وليكن مثلا الستايل دوت. هبص على طول الاقيه يحدد لي او اغير لي تنسيق العمود بتنسيق الستايل اللي انا مختاره. طيب لو انا عندي تنسيق مثلا او مش عاجبني التنسيقات دي كلها ومحتاج اعمل تنسيق مخصص، هل اقدر اعمل الكلام دوت؟ طبعا. هاجي على اي خلية انا محتاج اعمل لها تنسيق مخصص، واضغط على السهم ده كده واختار نمط خلية جديد او نيو ستايل. هيظهر لي المربع دوت اللي اقدر من خلاله اول حاجة اسمي النمط. هسميه مثلا خاص ب1. بعد كده هنا في المربع دوت بختار الاسم، اقدر اضغط على الزر ده كده عشان خاطر انسق النمط. بعد كده اقدر انسق المحاذاه والخط والحدود. لو انا عايز اعمل مثلا حدود سفليه او حدود علويه او حدود كامله. بالنسبه للون التعبئه وليكن مثلا اختار التعبئه دوت واقول له موافق. طيب بعد كده بضغط موافق. هنا هلاقي ظهر لي هنا التنسيق اهوت مكتوب باسم خاص ب1 اللي احنا اخترناه دلوقتي. اقدر احدد اي خليه وانسخ التنسيق دوت فيها ببساطه شديده جدا. طيب سؤال بيطرح نفسه دلوقتي، لو انا عندي مصنف تاني او ملف اكسل تاني وحابب استدعي التنسيق اللي انا نسقته دوت، هل لازم كل مره اروح اختار التنسيق او اختار خليه واعدل التنسيق بيه؟ لا. عشان تقدر تعمل القصة دي لازم تسيب الملف ده مفتوح، واحنا فاتحين اوريدي ملف تاني اسمه سيمز. تمام. لو جيت هنا بصيت في الانماط مش هلاقي النمط اللي هو خاص بيه، لا خاص بيه 1 ولا خاص بيه 2 اللي هو ده وده. ببساطة بروح على الملف او المصنف اللي انا حابب استورد فيه النمط المعرف مسبقا اللي هو الخاص بيا، وبضغط على الزر ده كده واختار دمج انماط او ميرج ستايل. هتلاقيها مكتوب عندك في النسخه الانجليزي ميرج ستايل. هلاقيه بيقول لي انت عايز تدمج الانماط دي من اهني مصنف، وهيفتح لك هنا المصنفات المفتوحه او ملفات الاكسل المفتوحه. احنا طبعا الملف المفتوح الثاني اسمه ستايل. هقول له هختار ده واقول له موافق. هلاقيه على طول جاب لي التنسيق اللي انا كنت منسقه هناك او النمط او الستايل، وسواء ده او دوت. ده كده معنى الستايل او النمط. هو مجموعة من التنسيقات المعرفة مسبقا واللي اقدر اطبقها على خلية او اكتر داخل ورقة العمل.
نيجي رقم 2 وبنسميها النسق أو السيمز. هي عبارة عن مجموعة من أنظمة الألوان والخطوط والتأثيرات والتي تؤثر على كامل المصنف أو كامل ورقة العمل. يعني إيه الكلام دوت؟ عشان تقدر توصل للسيمز ديت بتيجي على تابة تخطيط الصفحة أو بيج لاي اوت، وهتلاقي عندك هنا جروب اسمها نسق أو سيمز، تقدر من خلالها تختار النسق أو السيمز اللي هيطبق على ورقة العمل كاملة. خلينا نجيب ورقة العمل تانية اسمها ستايلز عشان نشوف التأثير اللي هيحصل لما أغير الستايلز أو أغير السيمز، النسق الخاص بالصفحة أو بالمصنف. هاجي عند بيج لاي اوت او عند جروب اسمها سيمز او نسق واختار النسق من هنا. لاحظ معايا اول ما بقف على كل نسق ايه اللي بيحصل في ملف العمل عندي، بيعمل لي بريفيو او معاينه للتغيير الحاصل على مستوى الصفحه كلها. لاحظ معايا كده، شايف؟ كمان لاحظ معايا ان النسق دوت هيأثر على المخططات وعلى الالوان وحجم الخط ونوع الخط الى اخره. خلينا نختار مثلا سيمز مثلا زي ده مثلا كده. لاحظ معايا كمان ان هو مش بس غير على المخططات وعلى النسق، بل بالعكس لو جيت هنا مثلا في الهوم تاب وجيت اخترت هلاقيه وجيت مثلا على خلية زي دي وجيت اعدل مثلا هنا هلاقيه اظهر لي هنا الوان النسق. الالوان دي خاصة بالنسق اللي انا واقف عليه. لو انا غيرت مثلا النسق واخترت الوان تانية واخترت مثلا نسق تاني زي ده مثلا، وجيت هنا في الهوم تاب دي مثلا هلاقي برضو هنا غير لي الوان النسق. كذلك بالنسبة للخط هلاقيه في الاول قال لي خطوط النسق او خطوط السيمز، يعني السيم اللي انا واقف عليه دوت ده فيه خطوط بيجيبها لي في الاول، واللي انا واقف عليه دوت الوان النصوص في ليه الوان معينه بيجيبها لي في الاول. وده طبعا بتسهل عليها عمليه التعديل والشغل. كمان تقدر هنا ان انت بعد ما تختار نسق معين تعدل في النسق ده اصلا بالنسبه للالوان والخطوط والتاثيرات. الوان مثلا لو انا عايز مجموعه الوان تانية مختلفه عن الالوان اللي فيها اخضر دي واخترت دي مثلا هلاقي الالوان اتغيرت. كذلك بالنسبه للخطوط مجموعه خطوط مختلفه. كذلك بالنسبه لتاثيرات الالوان وكده. ده كده بالنسبه للنسق او السيمز. يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه نمط، وان النمط ده بيتطبق على خليه او على مجموعه من الخلايا. عرفنا يعني ايه نسق او سيمز، والنسق دوت او السيمز ده بيتطبق على كامل ورقه العمل كلها. نيجي بقى لاخر حاجه بنسميها التمبلت او القوالب. ايه هي القوالب او تعريف القوالب؟ هي عباره عن مصنفات اكسل جاهزه معرفه مسبقا وتحتوي على تنسيقات معينه، وقد تحتوي ايضا على معادلات او رسومات بيانيه او مخططات الى اخره. ده كده تعريفها. طيب عشان افتح تمبلت جديد خلينا نروح على قائمه هوم ونعمل نيو. لما بضغط نيو هنا بلاقيه بيقول لي انت حابب تفتح ملف او مصنف فارغ ولا تستخدم قالب جاهز. هلاقي البيرسونال هنا دي مجموعة من القوالب الموجودة على الجهاز مسبقا، لكن لو جيت على اوفيس هنا دي مجموعة من القوالب الجاهزة واللي موجودة على شبكة الانترنت، تقدر تحمل اي حاجة منها وتستخدمها. عشان نفهم يعني ايه قالب خلينا مثلا نختار قالب زي ده مثلا، او مثلا نختار حاجة سهلة. نختار مثلا القالب اللي هو التو دو ليست دوت. بيسألني هنا انت محتاج تحمله، او اقول له احمله انشاء. بيحمل لي القالب ويفتحه لي على هيئة مصنف جديد. هنلاحظ ده مصنف او تمبلت بيحتوي على مجموعة من النصوص جاهزة، مجموعة من الرسومات او مجموعة من المعادلات حتى الجاهزة. حاجة هنا مثلا ده معادلة 2D. بدل ما اقعد اكتب كل دوت بختار انا القالب اللي انا محتاجه وانزله من على النت. طيب هنلاحظ هنا ان هو نزله لي كملف عمل مش كقالب. لو ضغطت هنا هيقول لي هو كده اتحفظ خلاص كمصنف مش كقالب. طيب لو انا عندي مجموعه من او عندي قالب خاص بيا وليكن اللي احنا واقفين عليه ده مثلا، وحابب استخدم التنسيقات اللي فيه دي يعني كقالب لما اجي افتحها بعد كده الاقيه موجوده. باجي على قائمه ملف واعمل سيف از
او حفظ باسم، وبختار المكان اللي هحفظ فيه مثلا، واجي هنا ما بخلوش اكسل ورك بوك، بختار اكسل تمبلت. اكسل تمبلت هنا لاحظ معايا الاول، خلينا نسميه مثلا سيمز خاص بيه مثلا كده. انا قفلت. خلينا نفتح ملف تاني وعاوز افتح التمبلت دوت تاني من بره. خلينا اول نقفل ده. لو جينا هنا وقلنا ملف جديد وجينا هنا شخصي، هلاقي التمبلت خاص بيه موجود اهوت، اقدر افتحه. يعني يفتح لي التمبلت او يفتح لي الملف كتمبلت جاهز او كقالب جاهز، اقدر استخدم عليه على طول او اقدر اشتغل عليه على طول. طيب لو انا حابب اعرف نقطة اخيرة برضو قبل ما نخلص الدرس، يا ترى مسار حفظ الملفات كقوالب فين في الاكسل؟ عشان اعرف الكلام دوت باجي على ملف واضغط اوبشن خيارات، بعد كده باجي في خانة حفظ، بلاقيه هنا بيقول لي موقع القوالب الشخصية الافتراضية. ده المسار المخصص لحفظ القوالب الشخصية او التمبلت، بيرسونال تمبلت اوفيس على الجهاز عندي، لو انت حابب ترجع لها بعد كده يعني. وبكده نكون خلصنا الدرس النهاردة، وهو الفرق بين الأنماط والنسق والقوالب. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك تنبيهات بالدروس الجديدة. كمان ما تنساش تجرب بإيدك وتكتب لي في التعليقات لو عندك أي سؤال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.